الإنسان في العلم يجب أن يتواضع، حتى وأنت ترجح تقول والله أعلم. الشافعي ماذا يقول؟ يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، قول غيري خطأ يحتمل الصواب، لكنه يحتمل الخطأ. وذاك الشافعي نفسه وش يقول؟ يقول العلم 4 أرباع، العلم 4 أرباع، فإذا دخل الإنسان إلى الربع الأول ظن أنه أعلم الناس. المبتدئ في الربع الأول، هذا سبحان الله في كل العلوم، تلاحظون حتى العلوم الدنيوية تجد الإنسان في بداية طلبه للعلم في هذا المجال يظن أنه أعلم الناس، فيقول إذا دخل الإنسان الربع الأول ظن أنه أعلم الناس، فإذا دخل إلى الربع الثاني علم أنه قد فاته شيء من العلم، بدأ يشعر لا في هناك شيء ما يعرفه، فإذا دخل إلى الربع الثالث علم أن ما فاته أكثر مما أخذ، فإذا دخل إلى الربع الرابع قال أنا أجهل الناس، لما رأى من سعة العلم، لما رأى من سعة العلم. عندما تقرأ الأئمة الكبار ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم، الإمام أحمد، ابن القيم كتب هذا زاد المعاد في طريق السفر. وش هالعلم اللي عندهم؟ ما عنده كتب ترى، في طريق السفر، حتى يعتذر في البداية يقول ترى اعذروني مكتبة بعيدة. عندما تقرأ لهؤلاء العلماء الكبار تعرف أنك ولا تقارن أصلا بهم. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ علماء يا شيخ، لما تقرأ للعلماء كيف يستحضرون هذا العلم في رؤوسهم، وعندهم هذه القوة اللي يسمونها القوة القريبة، عندها العلم في ذهنه، مكتبة كلها هنا، فلا ترى لنفسك قدرا. ولذلك عندما تسمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أنا مجرد طالب علم، طالب علم، ترى يقولها وهو يعتقد هذا، ما يقولها فقط بمجرد أنه يعني يتواضع، فقط هو يرى فعلا حقيقة، يرى هذا في نفسه هو، لما رأى من سعة العلم، مع أنه من؟ محمد بن عثيمين بلغ من العلم مبلغا عظيما وكبيرا سلمت له الأمة في باب في العلم الشرعي بشكل عام وفي الفقه بشكل خاص. الشيخ محمد بن عثيمين ذلل الفقه لطالبيه، ذلل الفقه لطالبيه رحمه الله.